وصفة اليوم كريب مالح معمر بحشوة مالحة سهلة ولذيذة كيوجد بسرعة في آخر لحظة، فخليكم مع الفيديو وفرجة ممتعة. نبداو على بركة الله. عندي في المقادير 2 بيضات كبار، معلقة الزبدة مذوبة، راس معلقة الابزار، معلقة صغيرة ديال الملح، شوية ديال الزعتر، 225 غرام ديال الدقيق ونصف لتر ديال الحليب. في اناء وضعت البيض والزبده، ممكن تعوضوها ب2 معالق كبار ديال الزيت، ضفت الابزار والملحه والزعتر، خلطت هذوك المكونات مزيان من بعد بقيت كنضيف الحليب شويه بشويه وكنخلط. عاد ضفت الدقيق 225 غرام ديال الدقيق وكنخلط مزيان غير بالطراب اليدوي. ممكن تخلطوا هاد المقادير كلها في الخلاط الكهربائي. انا من بعد غادي نخلطهم بالميكسور باش هكا ما يبقاو لياش تكتلات ديال الطحين. وإلا خلطتو هكا غير بالطراب اليدوي صفيو هذاك الخليط ديالكم باش هكا الا كانوا شي تكتلات ديال الدقيق ما يبقاوش. صافي غادي نخلط مزيان، وكيف ما قلت لكم خلطتهم بالميكسور وغطيت الخليط ديالي وضعته في الثلاجه وخليته بيد ما وجدت الحشوه. بالنسبه للحشوه درت في مقله بصله كبيره مشلضه، ضفت ليها شويه ديال الكفته ديال لاداند وشويه ديال السوسيط مقطع الطريفات، ضفت العطريه، الملح، سكينجبير، الخرقوم، البزار، الكمون وشويه ديال التحميره وشويه السودانيه. خلطت كلشي مزيان خليت الحشوه ديالي تطابت. من بعد ضفت ليها معلقه ديال الربيع وثلاثه ديال الفرماجات، طفيت النار عاد ضفت الفرماجات صافي وخلطت كلشي مزيان حتى ندمجو وخليت الحشوه ديالي حتى تبرد. وندوزو باش نطيبوا الكريب ديالنا. هنايا خديت مقله ما كتلصقش، وضعت فيها القليل من خليط الكريب وسرحته في المقله ووضعتها فوق النار متوسطه وخليتها حتى كيبانوا لكم هذوك الفقاعات. عاد قلبوا الكريب ديالكم وخليوه حتى كيطيب من الجهتين. استمريت انا بنفس الطريقه حتى كملت الكميه كلها اللي عندي ديال الكريب، واللي طيبتها كنوضعها في منديل وكنغطي عليها. وهذا هو الكريب ديالي بعد ما كملته في الطياب. كيجي رائع وكيجي خفيف، المقادير ديالو مضبوطه وناجحه. هاد المقادير خرجوا لي 14 القطعه ديال الكريب اللي طيبتهم في مقله صغيره، القطر ديالها 19 سنتيم. الا طيبته في مقله كبيره يقدر يخرج لكم اقل من هاد الكميه. وبالنسبه للحشوه اللي حضرت معكم يلا عمرت ليا 8 ديال القطع. وضعت هكذا الكريب في سطح العمل وكنوضع الحشوه في الوسط وجمعتهم على شكل مربع. تقدروا تجمعوهم باي طريقه بغيتو، على شكل سيجار او على شكل مثلث، يعني الطريقه اللي بغيتو نتوما. راه الكريب كيجي ناجح وتقدروا تلعبوا به كيف بغيتو. استمريت هكذا وحطيتهم في الطاوه اللي كتدخل الفران، ودرت ليهم شويه ديال الفرماج احمر مخلط مع الفرماج موتزاريلا في الوجه ودخلتهم للفران غير يتغاتيناو شويه وصافي. ممكن ديروهم في المقله، حتى في المقله كيجيو رائعين وكيجيو مقرمشين. تاخذوا مقله اللي ما كتلصقش وديروا فيها واحد المعلقه ديال الزبده تخليوها حتى كتذوب وتحطوا فيها القطع ديال الكريب ديالكم وتخليوهم كيتحمروا من الجهتين، كيجي احسن من الفران. ودرت كميه اخرى في اله البانيني لان كيف ما قلت لكم الحشوه اللي وجدت معكم يلا عمرت ليا 8 ديال القطع. زدت حشوه اخرى وعمرت بها القطع الاخرين ووضعتهم غير في اله البانيني، جاو رائعين. وهذه هي الوصفه ديال اليوم. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم وكنشكركم على المشاهده، ومع السلامه حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.